من اللي انطاك الأمر؟ الشعب. ها؟ لا تخاف، ما راح أقتلك، بس راح تتمنى أني أقتلك. ما راح أقتلك إلى أن تعترف لي بكل شيء. مراد، كافي راح يموت. يا ربي، يا رب ليش هيك؟ يا رب انطيني الصبر حتى اتحمل. يا رب انطيني القوة حتى اخذ بثاره يا رب. مي، أترجاكم مي، مي. احكي، راح انطيك بيدي المي. راح أحكي مي. وخر، اصبر، راح يحكي. حتى لو يحكي لا تنطي شي. ضوع علي ولك. ولك ليش ما قتلتني؟ ما صارت لي أي فرصة. ورا ما ضربت ميماتي كان عندك وقت حتى تقتلني. ليش ما قتلتني ليهم؟ ها؟ أنت ما يصير تموت بسهولة مرعد على مدار. قبل ما تموت لازم تشوف كل أحبابك شلون يموتون. استاذي راح يموت. عبد الحي، ليش ما حاولت تمنعني؟ استاذ ترى مو انت اللي قتلته، طلعت فقاعات من حلقه. وقل له الحسني خليه يفحص دمه ويشوف لي اسباب الوفاة. انت ايش جابك هنا؟ سلوى رادت تشوفه. أنا مو قلت لكم لا تخلون أحد يدخل عليه؟ مراد أنا اللي جبرته. سلوى حالتها صعبة وأبد ما تهدى إذا ما تشوفه.
لا شنو شغل الدكاترة؟ ليش ما بلغتوا الدكتور؟ مراد اترجاك ممكن تهدأ شوية. البنية ما رادت شي، بس رادت تودع زوجها. شنو المشكلة؟ سلوى منو سوى هيك بميماتي وحرمنا من أسعد يوم بعمرنا؟ راح أعرف منو. شدي حيلك أنتي هسه وحاولي تصيرين قوية. يا قوة هاي شو تفيد القوة بعد اللي صار؟ خلاص أنا حياتي انتهت. لازم ترفعين راسك الخاطر ميماتي. لا تبكين سلوى، لأن أنتي بهاي الطريقة راح تفرحين أعدائه. من بعد موت ميماتي ما يهمني من اللي راح يفرح ومن اللي يحزن. قل لي شلون راح أتحمل هذا الوجع؟ لازم تعيشين حتى تاخذين بثارك. اللي كتلوا ميماتي كتبوا على روحهم الموت. جاهد، شد حيلك وركز، هسه مو وقت عذاب الضمير. خلي ناخذ بانتقام اخونا ميماتي وبعدين انهار مثل ما تريد. ميماتي مات، فقول لي شلون ما انهار؟ لو ما تقصيري لان اني بامن العرس. ما كان القاتل يقدر يفوت. مراد من ضربك مو لأن كان اكو تقصير بالأمن، ضربك لأن شافك منهار. مدى اقدر اطلعها من راسي ارهان. ميماتي مات لانه اني كنت مقصر بشغلي. ها عبد الحي، قل لي ايش راح نسوي؟ ميماتي راح ومراد هم إلا شويه ويتخبر، وهذا جاهد كلش منهار. ما اعرف ارهان، لان اني هم راح انهار بعد شوي. جاهد شبيها عينك؟ تعورت بالباب بابا. ابني احنا كنا بشر، والألم اللي احنا نعيشه احيانا يخلينا نتصرف بدون وعي لو تفكير. بابا عمر، هسه قل لنا ايش راح نسوي؟ المصايب الكبيرة اللي تصيب الناس لو تفرقهم لو تلمهم واحد ويا الثاني. انتو اللي جمعكم هدف واحد، واني اعرف وصلة من روحكم راحت منكم، بس طموحكم وشهامتكم بعد ما راحت. لازم نظل عايشين بعد كل هذا الألم اللي صار بينا. طبعا مو سهلة، روحكم ما تسمح لهذا الألم يفرقكم عن بعضكم. بابا عمر، اخونا مراد حالته اسوأ من عندنا. اعرف ابني اعرف. جاهد يحس نفسه هو المسؤول، ومراد يحس نفسه هو المسؤول اكثر منه. الغلط كله مني. مراد شنو ذنبه؟ لان هو اللي جمعكم كلكم سوا، وطبيعي مراد يحس نفسه هو مسؤول عن اخطائكم وعلى كل شيء يصير بيناتكم. بس انا متاكد
مراد راح يرجع يشد حيله على موتكم، وانتو خاطر كل اللي صار حاولوا تشدون حيلكم، تتكاتفون وتتحدون.